تستنى. تعال يا رشاد. سمعت كلية الشرطة فتحت وعاوزين نجدد. انت بتتكلم جد؟ اه والله. يا اخوي لو الخبر ده صح هنحقق احلامنا ونبقى ظباط قد الدنيا. يلا بينا نروح نقول لابوك هيفرح قوي والله. كلية الشرطة فتحت وهنقدم انا واخويا ان شاء الله. طب يا ولادي دي عاوزة واسطة، وانتوا اديكم شايفين اللي داخل على قد اللي طالع. الله يا حد وربك هيعدلها واحد. ان شاء الله هنشرفك وهنرفع راسك في البلد كله. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم يا ولاد، انا نتمنى لكم كل خير. حيلك يا بطل. بعد يومين. عارف يا رشاد انا خايف من اللي هيحصل. احنا ممكن نقدم ونتعب نفسينا ونضيع كل فلوسنا وساعتها ما يحصلش نصيب. ساعتها ممكن ابوك يروح فيها يا اخوي. سيب على الله يا اخوي. يا ابوي يا رشاد، الحمد لله نجحنا في كل الكشوفات وهروح نستلم الكارنيه بكره. مش قلت لك يا احمد سيب على الله؟ الحمد لله، ده اليوم اللي نشوفكم فيه ظباط قد الدنيا وانا عايش. الف حمد وشكر ليك يا رب. يلا يا اولادي جهزوا نفسيكم عشان بكره هتروحوا تجيبوا الكارنيه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا احمد في ايه؟ جات لي رساله مكتوب فيها ملف وملفك بالله، لكن نهايتنا تبدلت يا رشاد عشان مش معانا واسطه. نقول لي لابوك، ده ابوك هحصل يروح فيها. ايه يا اولاد جبتوا الكارنيه؟ كرنيها يا حاج ما خلاص، كرنيهاتنا تبدلت يا حاج. ايه اللي بتقوله ده يا ولدي؟ ابوي ابوي احقق لك كل احلامي واعوضك عن كل الزعل وكل التعب اللي تعبته علينا يا ابوي. اديك شفت يا رشاد ابوك عمل كيف؟ احنا من دلوقتي لازم نشيل مسؤولية البيت ونشيل مسؤولية نفسنا يا اخوي. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. عارفة سواد العسل أهو ده اللي حالك ليه وصل. ازاي قوليلي مكملة وكل ده
وقف وقف وقف. عاوزين ايه مننا؟ عايزين كل اللي معاكم. حرام عليكم، بقالنا سنة شغالين، أبونا هيموت عاوزين نعمل له عملية، حرام عليكم. اخرس خالص. ارقد ارقد، اقلع الشنط. ليه اللي جايلك أجنبي عارفة